مهمتنا نوريوك الطريقة باش تموت. هنا انا تصدمت، رجلي ما بقاش قادرين يتحملوني، ما دازتش على هضرتهم حتى ثانية وحدة، حتى بديت كنحس بحال شي مسمار اللي كيقطعو في لحمي. انا ما عارفش هادشي منين جاي ولا شكون كيقطع فيا، كنحس بيهم كثار داخلين خارجين في لحمي. انا ما بيدي والو غير كنغوش، وكاع الجسم ديالي كامل ولا كيسيل بواحد المادة اللي كحلة، كنحس بيها خارجة من كل ضربة تغرس فيها الموس، وباش تكفاس كتر الدم كيخرج من كل منطقة في جسمي. هادشي كله انا شايف وما بيدي ما ندير، غير كنغوش، غير كنغوت بربي اللي خلقني، كنغوت من الالم، كنغوت من الندامة شداني نجي هناش. مع اخر غوته ليا نسمعهم كيضحكوا عليا، هادوك الجوج زعبل وصاحبو. حليت عيني وانا ما فاهم والو شنو تيطرا هنا. عرفتي لقيت الجسم ديالي ما فيه والو، بحال غا كنحلم. بداو كيدويو بجوج، مالك؟ راه حنا غير وريناك الطريقه كيفاش تموت، ما درنا ليك والو. مبقيت فاهم والو في الجوج، ما عقلتش على راسي امتى هربت من النوم وانا نازل في الدروج كنفكر فين صيفطوني. عمارة 13. نمشي ولا ما نمشيش، من جهة الفضول يقتلني، ومن جهة الخوف يقتلني كثر. ما عرفتش شكون اللي نرضي فيهم، ما عمري عرفت راسي كنخاف هكا. انا اللي تخيلت شي حوايج وكتبت بزاف، كتبت بزاف القصص كيرعبو كتر من هكا. لا ما ديرهاش محمد، هادشي كامل غير بيني وبين راسي. تا كنحس بلي قربت للعمارة 13. بقيت مصدوم، كيفاش جيت لهنا وانا ما عارف هاد العمارة فين جات. بقيت مودة وانا كنفكر كنشوف بلي غنقتل راسي بالإرادة ديالي، ولكن تخيلوا معايا واجد كاع الافكار اللي في راسي وقررت نرضي الفضول ديالي. بديت طالع مع العمارة، لقيت باب محلول، دخلت الدار نقية وموسيقى خافتة هادئة خارجة من واحد البيت. حتى كنسمع واحد بصوت اللي صوت راجل كيعيط ليا من داك البيت: سي محمد الكاتب ديالنا مرحبا بك. اواه، كيفاش عارف شكون انا وبلي جيت؟ لا كنحلم واقيلا. بديت كنطل شويه بشويه، في نفس الوقت خايف نشوف شي منظر اكفس من داكشي اللي شفت قبل. عرفتي شنو شفت؟ راجل طويل وعريض لبس بيجامه، شاد سيجار في ايديه، سلم عليا وطلب مني نشاركو في الجلسه. ترددت ولكن ما عندي ما ندير، انا اللي درت لراسي نتحمل المسؤوليه. جلست وبقيت غير ساكت. هو ينطق: انا يعقوب، كنت في العسكر شحال هذا ومات قبل ما نخرج تقاعد، وجيت سكنت هنا في هذا المجمع. صراحه عايش في واحد الراحه لا توصف، وانت دابا تعجبك الاقامه معانا. كيفاش؟ شنو كتعني؟ لان غنبقى عايش هنا ما غاديش نمشي؟ واش انا وليت منكم؟ انك تمشي هادي مستحيل، ولكن ما تخافش، عاجبك الحال هنا. حتى هادو اللي ساكنين معنا هم عزاز، وتا انت عجبوك واتعزاز عليهم، ويمكن راك تلاقيت بالبعض منهم ومازال الخير تبارك الله. حنا هنا عايشين كاملين في راحة، ودابا غادي تجي تشكرني. هاكا الجواب ديالو. عرفتي وانا كنسمع لهاد الشي تجمدت بلاصتي، بقيت كنشوف فيه بحال تقبلت الموضوع. قلت ليه: شنو مهمتك انت؟ شنو توريني السي يعقوب؟ عقلتي على الشفار عمر؟ هو كما قال لك ما بقاش قادر انه يعيش معانا، مكلخ. حنا درنا معاه بزاف، فتحنا لي ابواب السعاده، الفلوس اللي تمنى كتجي حتى لبين يدي. انا مهمتي هنا نوريك كيفاش هو مات، حيت فاش تلاقيتي معاه هرب وخلاك، ياك؟
وهو كيهضر كيشرح، قال لي شوف داك الشجر، ويوريني الشجر. بقيت كنشوف فيه، كيبان لي عادي صراحه، ولكن حققت فيه مزيان. كنشوف بحال كنشوف في شي فيلم. بان لي المشهد فاش يلاه تلاقيت بعمر اول مره، حتى اللقطه فاش هرب وخلاني، وهو هارب كيجري كيجري تقرب يخرج من الحي. بان لي تقسم على 3. او كيفاش؟ بحال شي كائن ما كيبانش قسمو على 3 في اقل من ثانيه. كيبان لك السرعه باش غادي باش تفرق. اكفس متشافت عيني. انا بقيت غير كنشوف، حتى كنحس بيعقوب كيقول لي يا محمد محمد، صافي المشهد سالا، السيد مات ودابا ولا واحد منا. دابا انا شنو غندير؟ كنهضر وكل اللي كنترعد. قال لي انت دابا غير هبط من عندي وكما جيتي تمشي عند داك اللي كيتسناك. كيفاش كيتسناني؟ واش هادشي ما غيساليش؟ ما غيساليش ولا شنو؟ خرجني من بيتو وسد عليا الباب. نزلت من العمارة، لقيت الشارع عامر بالمشاش كلهم كحلين ومصافين، بحال مصوبين ليا الطريق باش نتبعها. بقيت تابع الصف ديالهم غادي، حتى كيسالي قدام واحد العمارة. بقيت كنشوف شنو كيتسناني انا عاوتاني وشكون نلقى هاد المرة. طلعت تميت غادي مع الدروج، والو ما كاين لا بيبان لا حتى حاجة. غادي طالع حتى الاخير طبقة. لقيت باب محلول، خرج لي واحد الراجل بحال كيتسناني. اهلا سي محمد، الكاتب ديالنا الكبير، دخل مرحبا بك. انا ما قلت والو، دخلت موراه وجلسنا في واحد الصالون. محطوط قدامنا شي ماكله وشي مشروبات عمري شفت بحالهم. بدا السيد الهضره اللي هو سميتو عزيز. شحال من فرصه جاتك محمد باش تهرب؟ 3 ولا 2 ولا 1؟ شحال من فرصه لحد الان، ولكن انت بقيتي تابع فضولك. بغيت تعرف كلشي، بغيت تفهم كلشي، ولكن مزيان ها انت نيت بقيتي تابعو وتجربه في راسك. دابا علاش كتقول لي هاد الهضره؟ جيني نيشان وقول لي شنو مهمتك تا انت وشنو توريني، ولا اش دير فيا؟ شنو باغيين مني؟ حنا اللي اش باغيين منك؟ شكون اللي جا ودخل على الاخر، حنا ولا انت؟ دابا هادشي ما بقاش هام. اجي نبدا لك من الاول. انا هو المهندس عزيز، انا اللي خدمت هاد المشروع، ممكن تقول انا اللي بنيتو. هاد البلاصه اللي كتشوف دابا فاش جينا ليها اول مره كانت عباره عن بزاف د البنايات، شي مردوم فوق شي. ما عرفناش واش كانت مقبره ولا سيد ولا شي بلاصه. المهم كنا كنلقاو الناس كيجيو يزوروها ويتبركوا منها. في بدايه المشروع كنا بزاف ديال الصعوبات باش نقنعوا الناس انهم يخليونا نبنيو هنايا. كما انت عارف اي واحد عنده شي بلاصه كيسترزق منها مكيبغيش يطلقها. هذا هو الحال ديال واحد السيده اللي ممكن تقول انها شوافه ودجاله. كنا محتله المنطقه، وبطبيعه الحال حنا ملي جينا هنا كنا كنمثلوا ليها عائق كبير. شحال وحنا معاهم في المشاكل، حتى لواحد النهار اللي ممكن تقول سلطات علينا واحد اللعنه. حنا ما تجيناهاش في داكشي اللي لقينا شي حاجه مرميه على الارض والحيوط. المهم سالينا نبني، سال المشروع، حتى بدات الاعراض ديال اللعنه. كاع العمال اللي كانوا هنا وانا منهم بجينا كنتقاتلوا بعضياتنا. المشكل بحال غا ضاحكين وكنلعبوا عادي، كتهز موس وتضرب بيه صاحبك وهو عادي عنده. كنا كنحسو بحال شي واحد اللي مسيرنا. حنا ما بدينا ما نديرو غير كننفذو داكشي. بقات اللعنة مستمرة حتى وقعت اخر جريمة اللي انت بسببها معانا دابا. اذا الناس ما كذبوش ودوك الاشاعات اللي كانت على هاد الجريمة بصح. هادشي اللي استنتجت انا والدهشة باينة على وجهي. قال لي
حنا كما كتشوف باقيين على الهيئات ديالنا، وهما الاغلبيه ديالهم كيفضلوا الهيئه ديال المشاش. بلا ما تخلع، بصح داكشي اللي في دماغك كاع المشاش اللي شفتي في الشارع راه هما هادو، وممكن تقول كتسناو حتى تسالي. طول هاد الزياره اللي مع عزيز وانا غير ساكت مصدوم من الحقائق اللي سمعت، ولكن على حسب ما فهمت ان نتوما اللي دخل هنا كتقتلوه باش يولي منكم. وعلاش انا عطيتوني الحق نعرف هادشي كله عليكم؟ قال لي انت كاتب، وبالتالي كيفاش بغيتي تكتب علينا وانت ما عارف علينا والو؟ كان خاصك تفهم اي حاجه كبيره وصغيره، ونزيدك باش تكمل القصه ديالك. انا هو المسؤول على هادشي كله، يعني انا المتهم الرئيسي، حيت انا كنت عارف حقيقه المكان وخبيتها. ولكن علاش انا بالذات ما وقع ليا والو؟ الناس عندهم واحد السلاح اللي ديما خارج عليهم واللي نتوما كتسميوه الفضول. كما قلت لك من قبل، انت تكتب القصه، الناس يبغيو يكتشفوا ويعيشوا المغامره، وبالتالي احنا جبنا لك ضحايا جداد. انا تصدمت صراحه، بغيت نهضر وهو يسكتني. صافي سالينا، مهمتي سالات. دابا انت تمشي في حالك لدارك وانت عند بالك راك خرجتي من الحي، مين انت لا. هبطت من العماره كنجري، نفس المنظر ديال المشاش. نولي دابا عارف شكون هما في الاصل، واخيرا الفضول ديالي لقيت ليه اجوبه. خارج في حالي وبقاو حاضين معايا وكيضحكوا ليا. وصلت لداري مع حليت الباب، كنلقى مراتي وبنتي تلحوا عليا، كيعنقوني وكيبوسوا فيا فرحانين بالعوده ديالي. انا تعجبت، لانه بالنسبه لي غبرت غير نهار، ولكن نكتشف انني شهر وغابر عليهم. المهم دخلت للدار، قصت البيرو ديالي نيشان. اصلا انا جيت للدار غير باش نكتب هادشي اللي وقع معايا. جلست كنكتب وكنعاود كلشي كما هو. شويه كنحس بمراتي دخلات عليا. محمد، مالك شحال غبرتي؟ فين كنتي ودابا ملي جيتي وانت غير كتكتب؟ ما عرفتش مالك، ما عرفت شنو. ملي جينا سكننا هنا وانت مبدل. وعرفتي كل ما هاد الجيران الجداد ديالنا وكل ما السيد يعقوب اللي قابلنا وقابل الطلبات ديالنا كون ضعناه دابا. وقفت مخلوع. شنو كتقولي؟ كيفاش الجيران وشكون يعقوب؟ فين كتعرف فيه؟ مشيت كنجري للشرجم، طليت كنلقى راسي ساكن في العماره وسط داك الحي الملعون. ما بقيت فاهم والو، محس بوالو، تلفت. ولكن اصلا قال لي يعقوب راك ما غاديش تخرج من هنا. بقيت ساكت وكنشوف. تما فهمت بلي راه في الاصل انا ميت من نهار دخلت الحي. انا دابا كنكتب لكم هادشي وانا ميت. ما عرفتش كيفاش توصلكم اخر الروايه ليا، ولكن متاكد انكم ما تقراوها.